السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو للمزرعه نشوفوا الدنيا شويه تما. حنا طالعين دابا في الطريق ديال بين فاس وايموزار. هذه الطريق اللي غاديه لموزار، غادي نمشيو ونشوفوا شويه الدنيا خضراء وزوينه. هذا الفيديو بصراحه راني بغيت نحطو غير ما ساليتش. هذا الفيديو هذا كان في الربيع، وبغيت نوريكم الصراحه طبيعه، نوريكم الدنيا كي دايره. ما كنساليش بصراحه باش نحط في هذه القناه. نتمنى ان شاء الله ربي يوفقني باش نبقى نحط ان شاء الله الفلوغات هنايا. دابا كما قلت لكم حنا طالعين، هذا راه قريب الجولف اللي كاين في الطريق ديال موزار، وغادي ندوروا عليه وغادي نمشيو لمنطقه عين شقاق، معروفه منطقه عين شقاق، وغادي نمشيو لتما. من تما ندوزو للمزرعه كاينه غير تما. ايوا بصراحه المتابعين ولا يتوحشتكم بزاف والله العظيم. الله يقدرنا، راك ما عرفتوا الحياه يعني باش توفق في الحياه وتوفق بالقناه ماشي سهل، وماشي يعني راه صعيب شي شويه، ولكن نتمنوا الخير ان شاء الله. نمشيو ان شاء الله. احنا وصلنا يعني الملتقى الطرقات هنايا. هنا غادي كاين طريق اللي كنكملو كنمشيو لموزار نيشان، الطريق الاخرى كتطلع للصفرو اللي كاينه على اليمين كتطلع للصفرو. حنا غادي ندورو على اليمين يا ربي، حنا غندورو على اليمين دابا، والطريق ديال الصفرو كتبقى على اليسار. هي هذه البلاكه. هنا الطريق ديال العين شقاق كتخرج للحاجب مكناس. هنا كل هاد الطرقان هادو كيخرجوا للبلايص كاملين. دابا غادي نطلعوا لعين شقاق، ومن عين شقاق ندخلوا للمزرعه، يعني كاينه غير شويه لتحت تما. ايوا نتمنوا الخير للجميع، ونتمنوا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنوا ان شاء الله نستمروا ما نبقاوش واقفين، حيت كنبقاو كندير فيديو كتجي ظروف اخرى عاوتاني كندير فيديو اخر. هذاك الشيء علاش ما كنساليش. ايوا نتمنوا ان شاء الله الخير. يلا نمشيو. حنا دابا طلعنا كما قلت لكم، طلعنا من الجولف، غادي نطلعوا دابا على الجولف هنايا في الباب ديالو، غادي نطلعوا على عين شقاق. المنطقه عين شقاق راه معروفه، راه كانوا فيها غيدار فيها واحد المشاريع ان شاء الله. نتمنوا التوفيق للجميع. ايوا دابا ان شاء الله نمشيو. يعني المنطقه رائعه وزوينه بزاف، منطقه يعني تحت موزار كنظر كاينه هذه المنطقه، وبالمناظر ديالها الخلابه والزوينه. الصراحه والهواء النقي والراحه والهدوء. ما كاينش الضجيج هنايا. ايوا حنا دابا ان شاء الله وصلنا. هذا هي المزرعه، وصلنا ما شاء الله دابا. يعني يلا بدا كيلقح الشجر وداكشي، يعني في هاد الايام هذه. الكرموس كاين، يعني مشماش داكشي كاين بزاف. صافي احنا دابا غادي نمشي نشوفوا شويه المزرعه في الوسط. هي هادي غادي نمشيو نشوفوا الشجر شنو خرج شويه، واش خرج شي هذا البرقوق. صراحه هذا البرقوق الاحمر يلا هاد العام ما شاء الله هي ولد شويه. وكاين الاشجار اللي ما زرعناها ولكن تقالت بزاف في النمو، ما عرفناش واش مع الجو ولا مع الطبيعه. يعني هذا الجو اللي كاين دابا هذا هو المشكل اللي كاين. يعني بعض الاشجار ثقيله يعني باش تعطي. تقريبا راه عندها 4 سنين دابا هاد الاشجار هادي. كاين هنايا اللوز، هو هذا اللوز ما شاء الله شتو كي داير، هو هذا. وهنايا كاينه هذه شهديه دانونه. يلا حتى هي تدير الحبيبات الصغيورين ديال الشهديه هما هادو. وكاين هنايا الرمان. كاين حتى سميتو هنا الليمون الحامض. يعني درنا شويه نوعناه في هاد الشجيرات غير الماكله صافي. وكاين هنايا التفاح حتى هويا. هذا تفاح. وكاين التوت. بصراحه هاد العام كنا بغينا ناخذوا التوت، ولكن الضربات ولات بحال هي حلوه ولكن بحال ناشفه، يعني ماشي ديك التوت اللي كتكون عامره بالماء، ناشفه. ماشي غير حنا اللي عندنا هذا المشكل، على كل شيء. يعني حتى جيراننا عندهم هذا المشكل. التوت ماشي يعني ماشي غليظه. صافي المزرعه هي هذه كما كتشوفوا. ها هي كاين الزيتون، كاين هي هذه التوت كما قلت لكم بدات كتصفر، ما عرفتش شنو المشكل اللي فيها.
ما عرفتش، عاد ولينا عاوتاني سقيناها وداكشي، ولكن ما عرفتش شنو المشكل اللي واقع. حتى لقيناها هي هذه، ولكن ما عطاتش ديك التوت اللي كانت العام اللي فات. ما شاء الله كانت توت يعني عامره وغليظه. هاد الشجر كله يلا هاد العام بدا كيعطي شويه، لان تقريبا ما 3 سنين هادي منين زرعناهم ما كيعطيوش. هذا الببوش شو كي داير، كاين ما شاء الله هنايا كاين كيتبع هو غير الماء. بالنسبه ملي كنسقاو الفصه كيكون يعني الببوش هنا. هي هذه ببوشه، يعني هذه راه كبيره شويه، يعني العمر ديالها ماشي ديك الصغيره اللي كتعرفوا. الناس ديال الببوش راه يفهموها يشوفوها غيعرفوا العمر ديالها، كبيره شويه. صافي هذا هو الشجيرات، هذه هي يعني المزرعه. الصراحه يعني رائعه. وحتى ملي كان الهواء نقي وداك يعني ملي كنجيو لهنا كترتاح، ما كاينش يعني الهدوء بزاف. صافي ودابا غادي نمشيو كنمشيو كنراقبوا يعني شنو كاين، كنراقبوا يعني سميتو الدنيا كيفاش دايره. هادو جيراننا زارعين القمح، ماشي القمح هذيك فرينه. زارعين فرينه في الصراحه رائعه. عندهم واحد القطعه الارضيه في الجانب ديالنا. في صراحه ديما كنصورها، صورتها لكم ديجا. كتعجبني لان فيها دايره بحال شي زربيه. الا شفتوها تشوفوا حتى شي بحال شي زربيه. هانتوما غتشوفوا هنايا، غادي نمشيو تشوفوا الشكل ديالها شو كي دايره. هنا باقي مازال يعني الزرع باقي شويه خضر، باقي ما يبش بزاف. شو كي دايره ما شاء الله بحال شي زربيه يعني طويله. كيتعجبني هذا المنظر، كنصورو نشاركو معاكم. واخا كتكون دابا راه كاينه الشمس، يعني في العشيه كتكون الشمس حاره شي شويه، ما كتخليناش التصوير بحال اللي تعطينا واحد كتضبب لينا التصوير. صافي هو هذا المنظر ديالها رائع رائع بزاف ما شاء الله. اللهم بارك لهم. ديما ان شاء الله جيراننا ديما دعيو معاهم وهما يدعيو معكم باش الامور كتمشي مزيانه وكل واحد كيسر له الله. الارزاق بيد الله والارزاق كتقسم. عما ما يقول شي واحد هذا لا غادي ياخذ ليا ما ياخذ ليا. داكشي اللي في الرزق ديال الواحد غيجيه، وفي الرزق ديال جارك غيجيه هو هو. يعني كل واحد غياخذ رزقه. غير وسعوا خاطركم وبغيو بعضياتكم، وما يكونش هذاك يعني ما يكونش هذا التفاح شو كي داير، يعني يكون غير القلب زوين غادي يعطيكم ربي كلشي اللي بغيتو. كما قلت لكم هذا التفاح. صافي كما قلت لكم هنايا الدنيا باقا يعني هادشي في الربيع، كما قلت لكم هادشي في الربيع. هنايا الدنيا زوينه بزاف وخضراء، وكما قلت لك بعيد على المدينه والهدوء، ما تسمعوش الصداع، ما تسمعوا حتى شي حاجه. غادي نمشيو ونهبطوا لتحت نشوفوا كما قلت لكم، نشوفوا شويه الدنيا. هادو الكليبات ديال المزرعه. غادي نمشيو غادي نهبطوا. هذه المشيشه حتى هي ملي كيشوفونا في الصراحه كيفرحوا كيعرفونا حنا جينا. كنمشيو دابا شوفوا الدنيا كي دايره غزاله وزوينه. هاد يعني هاد الطبيعه راه رائعه، وكيحتاجها الواحد نفسانيا باش كيرتاح. ومع الضغوطات الحياه من الاحسن يجي الواحد يرتاح شويه، اللي عنده شي قطعه ارضيه يتهلا فيها وبقى يجي ليها يرتاح ويرجع للعمل ديالو. الدنيا ماشي غير العمل وانما حتى الراحه شويه. هذا هو يعني الفيديو ديالنا. نتمنى الاعجاب ديالكم. هذا فيديو خفيف ظريف، ان شاء الله مازال نزيدو في الفيديوهات اخرين. نتمنى ان شاء الله التشجيع من عندكم باش القناه ان شاء الله تطلع. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو مع الحباب، ديروا الاشتراك باش يوصلكم اي حاجه جديده. ومرحبا بكم. وان شاء الله مرحبا بالمتتبعين ديالنا كاملين في مكانه، ونشوفكم على خير ومع السلامه.